اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. وحشتوني كتير 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 بجد، مش قادره اوصف لكم انتوا وحشتوني قد ايه. غايبه عنكم بقالي كتير قوي، بقالي فتره كتير قوي ما انزلش فيديوهات. فيلا الله المستعان، والواحد يتشجع كده وينزل لكم فيديوهات كتير. لو انت جديده ستيلكم تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي شعار بكل فيديو انا بنزله. والنهارده بقى من بيت مين؟ اوسه، مامة اوسه لهم بحباحو. لهم بحباحو كوكي. لهم بحباحو كانوا بيتريقوا عليك الفيديو اللي فات لما كنت بترد عليا كوكي. انا كنت اقول دكتور انت طفي. ليه كوكي ليه كده ليه؟ لو انت جديده الكل بس تشتركي في القناه كده وتنوريني. بجد بجد في واحده مشتركه عندي ده من المغرب، بجد نورتيني نورتيني نورتيني. هنا بقى يا بنات انا بعمل البلكونه. طبعا سوسو كانت رايحه تديله النسكافيه الصنايعي بتاعنا ده يا بنات، اللي هو اخويا يعني. هو اللي بيظهر لي البلكونه. بصوا انا هنا بوريكم البلكونه قبل وبعد، شايفين؟ بصوا متبهدله ازاي، متبهدله حرفيا يعني. فانا بقى هدهرها كده وانعمها وفرفشها ونعنشها. بمناسبه بقى ان اخويا عندي قوي استني يا كوكي، استنى اتكلم مع خالتاته. بمناسبه بقى ان اخويا عندي، بصوا انا بجد الفيديو كان نفسي اعمله بقالي فتره كبيره قوي. فبصوا هو انا كده برضو بقالي ايام ما نزلتلكمش فيديوهات، فانا عاملاه يعني بقالي فتره خلي بالكم. بس فهنا بقى هنحط، بصوا بقى المقادير بتاعتنا بجد والله العظيم يطلع معاكي فيديو تحفه. انا معايا كيلو دقيق، عليه نص زبده. طبعا ليه؟ عشان انا مش هستخدم، بس يا عشان انا مش هستخدم كيس حلواني، انا هستخدم المكنه. فالكيس الحلواني بيستخدم له كيلو الا ربع زبده مع كيلو دقيق، كيس الحلواني. لكن المكنه عادي، المكنه بتاعت الفيديو لا عادي نص زبده بس. واحط عليها حوالي ربع كوبايه سكر بودره، وهخلطهم كده مع بعض عشان خاطر لما اضربهم بمضرب البيض ما يبهدليش الدنيا. واهم حاجه الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، اهم حاجه تفرق معاكي قوي. لكن وهي طالعه من التلاجة مش بتبقى حلوه خالص. بس هحاول كده اطريهم كده على قد ما اقدر عشان خاطر المضرب. السنه اللي فاتت يا بنات وانا بعمل فيديو طلعت الزبده من التلاجة وسبتها فتره صغيره بقى، وعايزه اخلص بقى كده بسرعه، فاهمين قصدي؟ رحت جيت بقى حطيتها في المضرب بتاع كبه الخلاط عندي. من ساعتها والله العظيم المضارب طلعت من مكانها، من ساعتها مش عارفه اعمل فيها ايه. كنت اول مره استخدمها، يعني انا اول مره استخدمها بوظتها. فمن ساعتها مش عارفه اعمل ايه، هي وسعت من مكانها من كتر تقل الزبده عليها. هنا بقى هبدا اضرب لحد ما يدوني قوام، يعني لونه يعني كريمي، فاهمين؟ كريمي كده. بجد يا بنات وحشتوني قوي قوي قوي. بجد من الفيديو اللي فات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير، طمنوني عليكم كتير. هنا اهو بصوا هبدا اضربها واحده واحده. كملي معايا الفيديو للاخر. لو انت جديده هنتكلم مع بعض في مواضيع حلوه كتير قوي. عايزه اقول لكم موضوع مهم قوي 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 بجد، يعني نفسي اتكلم معاكم فيه. يا روحي ماما، ايه يا اب ماما؟ بصوا لسه برضو لسه ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه. هنا بنبدا ننزل واحده واحده يعني. هنا معانا 3 بيضات، 3 بيضات كاملين، مش هنرمي يعني، مش هنشيل البيض منهم. بتدي نتيجه واحده، خلي بالكم. هعمل بقى تركايه يا بنات في الفيديو بجد لو جربتوها هتعجبكم قوي 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 قوي. وبتتعمل في الحلواني، خلي بالكم. انا عامله البسكوت عند الحلواني عشان ما لقيتش الكيس اللي انا عايزاه. في طبعا كيس، بس اللي انا عايزاه ما لقيتهوش. وبسم الله الرحمن الرحيم. وبتاع ده، والمكنه طبعا صعبه عليا، هي عند امي وكده، كنت ناويه اخدها منها بس صعب عليا. هنا بصوا اهو كده ابدا ان انا انزل. بس فعملت البسكوت عندي، عملته عند حلواني. بجد قال لي على حاجه، يعني بقيت اساله على حاجات بقى يقول لي ايوه مظبوط. وانا اصلا كنت بعمل الحاجات دي والله من نفسي، يعني انا عامه بحب اعمل حلويات، بحب اعمل الحاجات دي، بحب. بس مشكلتي الوحيده بقى بكسل قوي في تزويق الفيديو يعني. قعدت فتره كبيره قوي عقبال ما زودت منه كام واحده كده معاكم، وقعدت يومين عقبال ما فكرت ازوق الباقي. مش ملل وزهق، بس الموضوع ان انت معاكي طفل، فالطفل الحشره معطلني عن كل حاجه، مكسلني عن كل حاجه. يعني مثلا لما اجي اعمل حاجه هو يعيط فعايزك تشيليه، فانت خلاص تكوني كسلتي اصلا عن الحاجه دي. بجد الموضوع صعب قوي. لو انت كده برضو قولي لي ابنك بيعمل معاكي كده يا ترى؟ ان انا ابني عفريتون. مش انت عفريتون؟
انت عفريتون؟ انت معترف ان انت عفريتون؟ لو اكبر لو اكبر. هنا كده خلصت. ابدا بقى ايه كده يا بنات كده اهو. بصوا عملتها كريمي. بصوا شايفين المنظر؟ بجد هي اصلا عايزه تاكل الاكل كده لوحدها، وكانت ريحتها تحفه بقى، تحفه تحفه تحفه. بالذات لما تضيفي بقى ايه الفانيليا والبيكنج باودر. هنا رشه ملح عشان خاطر السنه. بصوا دي بقى بتفرق معاكي، يعني بتفرق قوي 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 رشه الملح دي بجد. وده فانيليا. هو عطاهوني كده اكياس، مع ان انا كان عندي سايبه، بس هو عطاهوني كده، ما عطانيش الكيس، يعني عطاني اللي هو السايب ده. هنا بقى هنبدا نشيل 3 معالق دقيق. هنحط مكانهم ايه؟ هنحط مكانهم ايه يا دودو؟ معلقتين قصدي معلقتين دقيق. هنحط مكانهم ايه؟ بصوا هنحط مكانهم ايه بقى؟ معلقتين كاستر. عايزه اقول لكم بجد هتفرق معاكم كتير قوي في الطعم، في القوام، في النعومه. يعني هتديكي سنه حرمشه كده. بصوا لا لا بجد تطلع حكايه حكايه بامانه. انا اول مره اجربها، بس بجد طلعت حلوه قوي. طبعا ما دام انت بقى بتقلبي الدقيق لازم تبهدلي حواليكي، لازم. لازم بقى لازم تبهدلي حواليك. نبدا بقى نمسح حوالينا عشان خاطر ايه؟ نظافه المكان يا بنات، نظافه المكان، مع ان انا بهدلت المكان يعني بعطرت المكان. ماما هبدا هنا انزل الدقيق واحده واحده وسمي بسم الله، واعجني بايدك بقى. يعني انت في المرحله ديت كده بصي، ولا تقولي لي بقى مضرب بيض ولا تقولي لي ده، لا. سمي بسم الله واغسلي ايدك كويس واعجني بقى بايدك كده. وهي بركه العجينه ايه يعني غير انك تبسيها كده بايدك؟ يعني هي دي البركه يا جماعه بتاعت زمان. لكن سيبك من يقول لك البسي جوانتي اللي اعملي مش عارفه في ايه. لا يا جماعه، على فكره النبي عربي، النبي عربي كده، وصلي على النبي. وابدأي اعملي يا اختي، وما تقلقيش من اي حاجه، ولا في جراثيم ولا مش جراثيم. زمان كانوا بيعملوا بايديهم، كانش فيه الكلام ده خالص. كانوا ماشيينها ببركه ربنا، واحنا كمان هنمشيها زي اهالينا، وهنمشيها ببركه ربنا. اهو هبدأ انزل الدقيق واحده واحده. الاحظ بقى ايه؟ ان العجينه دي تطلع صغيره معايا. هبدأ ان انا انقلها في واحده تانية. هلاقي بقى نفسي ان انا الموضوع بقى وصل معايا للغويط بقى كده ولغوصه. فقلت ايه بقى؟ إيه ممكن هقفل معاكم الفيديو وهكمل معاكم ايه بقى لما انقل كده واوريكم العجينه عامله ازاي. واصعب مرحله واحلى مرحله مرحله الكاكاو، وانت ايدك وصوابعك وضوافرك كلها كاكاو. احلى مرحله واصعب مرحله. بس هنا يا بنات انا بقيت اوقف واعمل اوقف واعمل، والله العظيم بجد يعني الموضوع بقى صعب. بقيت اوقف واعمل شويه. بصوا هنا انا بوقف اهو كده. بصوا بقى وصلت للقوام اللي انا عايزاه. اهم حاجه ان انت تحطي مقاديرك مظبوطه، عشان خاطر احنا مش عايزين نزود في العجينه اي حاجه بعد ما نعجنها. دي اهم حاجه في الموضوع كله. مش عارفه ايه لبستها دي بتاعت الهريسه يا هجير، ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ اهو بصوا بدات كده قسمتها بالنص. مع ان خلي بالكم انا لاحظت حاجه، ان الفانيليا بتبقى احلى من الكاكاو بكتير يعني. بس انا هنا على فكره ما قسمتهاش بالنص قوي، انا حطيت حته صغيره. بص حتى لو لاحظتوا انا عملت الاغلبيه فانيليا. بس هقعد اشيل 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 عشان اعمل الاغلبيه فانيليا. هنا بقى انا عندي كاكاو دريم. هبدا ان انا بقى ايه؟ انزل احط عليها معلقتين، واعجني بقى بايدك كده بقى. والكاكاو بتبهدل الدنيا. تخلي ايدك وضوافرك كلها كاكاو. بجد وحشتوني، بقالي يعتبر من ساعه رمضان وانا ما نزلتش فيديوهات. مش بسو بجد النفسيه مش متظبطه خالص خالص، ويونس تعبان قوي يعني. فادعوا له بجد يا بنات كتير. كمان راح اديله ابره السنه ونص يوم السبت. الله المستعان. بجد انا ابني يا جماعه والله العظيم يعني صعب، صعب في كل حاجه. صعب في اكله وصعب في شربه. ايوه الكلام عليك انت. صعب قوي بجد في كل حاجه والله العظيم. لحد مبهدلني 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 يعني. متخيلين يا بنات ان ابني عنده سنه و7 شهور ووزنه 8 كيلو؟ متخيلين؟ يعني انا والداه ما شاء الله كان 4 كيلو. اللي يشوفني وانا والداه ما يشوفوش دلوقتي وهو برص كده. فالحمد لله والله الدكتور عطاني فيتامينات ماشيه عليها. ادعوا له بقى، ادعوا له كتير والنبي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب يا رب. وما يوجع ابدا على ابنها. انا مجربه الوجع دوت ويا رب يعني ما حدش يشوف الوجع ده ابدا. ما حدش يشوفه بجد يعني. ما حدش يشوف الوجع ده لان الوجع ده صعب قوي. هنا بص انا هعمل حاجتين وهوريكم دلوقتي حاجه سهله قوي لو انت ما عندكيش مكنه فيديو فور. بصي وحكايه بجد. انا احلى شكل واكتر شكل بحبه اللي هو الشكل اللي انا هوريهولك دوت. كملي بس معايا
الفيديو وانا هوريكي الاشكال. عشان ما عندكيش مكنه بيجي فور توقفيش نفسك. عايزه اقول لكم انا مكنه البيجي فور دي كل سنه لازم تبوظ معايا. السنه اللي فاتت مسمار اتكسر، السنه دي برضو وانا بعمل مسمار اتكسر، بس ما وقفتش. تفهموش بقى ليه لازم 2 3 كده يطلعوا معاكي ايه، ضيعوا الدنيا. بصي انا هنا عملت كذا تكه، خلي بالك عشان كده عملت معايا كده. هي سهله قوي 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 قوي، بس انا يعني ايه قلت اجيب لكم ايه يعني بتعمل ايه اهو. يلا ابدا بقى اشتغل، يلا سرع سرع سرع. ابدأي بقى يا دودو كده، يلا. ايوه كده، شايفين الشكل ده؟ على فكره انا بحب الشكل ده قوي. بحب املاه كده صوص شوكولاته، واحط فيه في النص بندقيه سودانييه. عايزه اقول لكم والله انا جبت، قلت لعمه يعني العطار وكده اديني ب50 جنيه مكسرات، ب50 جنيه يا بنات والله العظيم مش قادره اوصف لكم حبه قد ايه، نقطه نقطه. انتوا هتشوفوهم معايا في الفيديو يعني حبه مش موجودين. ايه يا أوس؟ خدي خدي اهو الريموت. على فكره انت مزعجهم جامد قوي، وهما بعد كده هيقولوا لي احنا مش هنتفرج عليكي تاني بسبب اوسه، عشان اوسه ده وحش. بدأت كده حطيت. عملتوا ايه بقى يا بنات بقى في العيد؟ كحك العيد وبجيفور العيد. انا عملت بعد العيد انا عملت بعد العيد لان كان يونس تعبان قوي فما عرفتش ان انا اعمل حاجه. وبعدين تعبت يا بنات والله العظيم. عارفين انتوا متخيلين انا كنت بنزل قبل الفطار وبعد الفطار، قبل الفطار وبعد الفطار، ايه اجيب بقى هدوم لقوسه وادور لهدوم لقوسه، فالحمد لله والله العظيم. واغير هدوم لقوسه، وموضوع كان ايه. عايزه اقول لكم يا بنات انا جايبه بنطلون لقوسه، يعني هدوم الاطفال غاليه قوي يا بنات. انا اجيب بنطلون لقوسه 350 جنيه؟ ليه يا بنات؟ ليه بجد؟ ليه يعني ليه؟ ايه ده؟ ايه الاسعار الهدوم دي؟ وايه ده؟ في ايه بالظبط؟ في ايه؟ انا بسأل على كوتشي، يعني كوتشي اصلا مش هيلبسه ومش هيمشي، يعني هيلبسه بس مش هيمشي بيه، بيقولوا 370 جنيه و380 جنيه و420 جنيه. ايه الاسعار اللي احنا فيها دي؟ بس طبعا جبت له في الاخر خالص واحد عامل 180 جنيه، 180 جنيه او 190 جنيه، وما لبسوش. وجبت له بقى مقاسه بالظبط، يعني رجل قوسه يا بنات. كلمه سخنانه دي شويه، رجله سخنونه خالص، سخنونه قوي قوي قوي. هو لحد دلوقتي مقاسه جبت له مقاس ايه، مقاس 20. كان نفسي اجيب له 24 او 22، للاسف ما لقيتش. هو رجله اصلا سخنونه. بصوا هنا اهو، والشكل ده برضه انا بحبه قوي برضه. يا ريت بقى، يا ريت بجد لو انتي بتحبي المعجنات وكده تجيبي اللي هي الصواني وانتي بتجهزي بتاعه المعجنات. بجد انا ما جبتهاش وندمانه قوي قوي قوي، ودلوقتي مش عارفه اجيبها. فانتي يا ريت وانتي بتجهزي لو بتحبي تعملي الحاجات دي جيبيهم بالمره، عشان لما تتجوزي حاجه ولما تكوني بتجهزي نفسك حاجه تانية خالص فانتي تجيبيهم بصوا ايه رايكم بقى؟ بصوا انا مش عايزه الشكل يطلع معايا كبير مكعبر كده، لا انا عايزه الشكل حلو. يعني انا بعمل تكه واحده، مش عارفه ليه ساعات بتيجي كده تكتين مع بعض. عايزه اقول لكم طعمه حكايه. بصوا هنا بقى لما طلعته من الفرن، شايفين المنظر؟ بجد تحفه 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 تحفه. تسلم ايدك يا بنتي يا دودو. بصوا انا يعني كده انا انا يعني كده انا مش عايزاه كده برضه، انا عايزاه ابيض ابيض، يعني ابيض ابيض. بصوا شايفين؟ تحفه. والشكل ده يا بنات في التزويق حكايه، شكل الورده المطوله دي تحفه. بصوا بقى لو ما عنديش بقى مكنه، بصوا هنا بقى انا المسمار اتكسر برضه. فبصوا بقى الجيش قال لك ايه الصرف ده احلى شكل انا بحبه والطف شكل، وكنت بعمله عند والدتي لما المكنه اتكسرت من عندنا. طبعا امي خلاص كده كبرت دماغها ما جابتش، فانا كنت بعمل الشكل دوت. بصوا يعني تحفه تحفه. وتمليه بقى صوص شوكولاته، ومن غير بقى مربى، من غير اي حاجه، وتحطي له بقى شوكولاته شيبس، تحطي له سودانيايه، تفرمي كده زنيه وترشي عليه من فوق، تحطي له صوص شوكولاته. لو عايزه توسعي الفتحه اللي انا بعملها دي وسعيها كبريها لوحده، وحطي له مربى من النص. بصي مش هتقفي. بصوا بقى بقيت انا كنت عاملاه صغير جدا، يعني انا لو عايزه اكبر كبري براحتك، بس انا كنت عاملاه صغير قوي قوي قوي، عشان عايزه الواحده كده، فاهمين انتوا؟ وشها كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض انا عيال اختي بقى بينزلوا عندي يا بنات ما بياكلوش غير بيجي 4. اخر مره قلت لهم لا بقى خلاص خلاص امشوا عند امكم، يلا فوق، يلا عند امكم، يلا روحوا كلوا، يلا عند امكم هم اصلا خلصوا حاجه امهم وجايين يخلصوا على حاجتي. خبيته منهم بقى يطلعوا يجيبوه من فوق التلاجة، انا خبيته فوق التلاجة بقى يطلعوا يجيبوه من فوق التلاجة. اهو بصوا شايفين؟ عايزه اقول لكم كان في كبير كنت باخده واصغره، انا عايزاه صغير، انا عايزاه ميني، مش عايزاه كبير، انا عايزاه ميني صغنون.
بس اهو كده بدأت كده اظبطه. بصوا بقى ايدي كلها وضوافري كلها مليانه كاكاو وشوكولاته. هبص اصلا ضوافري دي اساسا خلاص يعني يا بنات، انا بحب قوي يعني الضوافر كده، بس خلاص بقى الضوافر ايه بتتكسر. يعني ضوافري بدأت تتكسر طبعا بسبب الامامي، يعني الحمد لله الحمد لله يعني. الواحد من ساعة ما خلف ما فكرش يظبطها ابدا، عشان خاطر يعني بعد كده طبعا مع الرضاعة والموضوع ده صعب يعني. هنا بقى شايفين الطبلية القمر العسل دي، عسل عسل عسل، جبتها يا بنات تحفة. بس هوريها لكم المرة الجاية ان شاء الله. بصوا هنا بقى انا بوريكم وبقول لكم بصوا الشوكولاتة جمدت مني ليه بقى؟ عشان استاذ اوسة، بصوا هم دول حبة المكسرات اللي ب50 جنيه. عشان استاذ اوسة عيط وساب وقعدت هشتك فيه لحد ما حضرته الحاجة كلها نشفت. فهنا بقى هبدأ ادخل تاني في الميكروويف. بصوا هنا عندي سوداني مجروش. بصوا يعني محضره كل حاجه حواليا. وهنا عايزه اقول لكم ان الوقت يعني ازف، كان الساعه 2 بالليل او 1 بالليل. هلاقيه يعيط تاني. هاخد الحاجه كده زي ما هي وهحطها واصحى تاني يوم الصبح اعملها. بصوا بقى شايفين، بصوا بقى اللي انا عملته، شايفين بقى القمر اللي على ايدك من غير ماكينه بيجيفور؟ شايفين القمر والعسل؟ بجد انا عايزاكي تشوفي الحلاوه والطعم. ايه رايك بقى؟ بصوا القمر، والله العظيم يا بنات احلى شكله الطف شكله وصغنون كده وجميل اللي انت عاملاه على ايدك. وبجد بجد قولي لي رايك يهمني قوي قوي قوي. واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات عشان نكسب انا وانتم حسنات. بصوا انا يعني كان خليتكم تكملوا معايا الفيديو اخر بجد عشان عايزاكم تشوفوا المنظر ده. ايه رايكم بامانه بامانه؟ ايه رايكم؟ بجد حلو قوي. انا انبسطت اول مرحله ديت، ولو جربيه لو يعني جربيه ان شاء الله هيعجبك يعني. يا ريت يا ريت يا ريت تستفادي مني ولو بمعلومه صغنونه. وان شاء الله ان شاء الله تعمليه وتجربيه وتقولي لي ايه رايك فيه. بصوا هنا بقى صحيت تاني يوم كملت بقيه الكميه. بصوا المنظر بقى والحلاوه والطعامه. بصوا الهرم بقى. بصوا بقى انا عامله الهرم ازاي يا بنات؟ شايفين؟ احلى حاجه كده وانت قاعده في بيتك. بصوا بقى ده شكل الورده انا كنت بقولك بحبه قوي. احلى حاجه كده وانت قاعده في بيتك وتزوقي على راحتك. بصوا بقى في معلومه انا عايزه اقول لكم عليها. انا تاني يوم لما الشوكولاته نشفت مني، طبعا الشوكولاته تحسي ان هي حبه صغيرين قوي، لا حطيت عليها 3 معالق لبن اهي. بصوا شايفينها بقت بتلمع وبصوا يعني اعطتني زياده. فاهمين قصدي؟ لو وصلتي لحد هنا بس تعملي كومنت حلو من قلبك ولايك من قلبك وتشجعيني. واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد من بيت اوسه ومامة اوسه. وما تزعلوش من الازعاجه ديت، دي ازعاجه بس صغنونه وحلوه قوي 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 قوي. بصوا بقى ايه رايكم؟ يمي يمي على الجميل، يمي يمي على الجمال يا بنتي يا دودو. بجد بجد رايكم يهمني. نفسي 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 بجد ناس كتير قوي، بصوا مليون واحد كده يقول لي ايه رايه. زي ما انتوا كده شجعتوني الفيديوهات اللي فاتت فشجعوني بقى الفيديو دوت. واستنوني. دمتم في حفظ الله ورعايته ومع السلامه وباي باي.